هذا طلب الروس طبعا، إخراج كل الكتائب الجهادية من الساحل، وأنا ما بدي أعيد فيها كتير. طبعا هنا واضح تماما، طبعا العقود القديمة وعقود جديدة ومسائل تثبيت العقود. شفنا بالأيام الأخيرة انسحابات عديدة من الساحل السوري صامتة بشكل يعني مراقبة الموضوع من الناس اللي موجودة على الأرض في الساحل السوري. بيقول لك انسحبت الكتائب من فلان حاجز، انسحبت من فلان مكان. طبعا جاء هكان فيدان، وهذا الموضوع المهم، جاء هكان فيدان على السريع والغبرة وراء كيلومترين يلاحق أحمد الشرع. مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه، وأسعد الله أوقاتكم للناس الذين ليس لديهم مساء. طبعا تحدثنا عن زيارة محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي إلى روسيا، وكشفنا نقاط عديدة جدا قبل الزيارة حتى، وتحدثنا عن ما هو سبب زيارته إلى روسيا وعلى ماذا سوف يتفقون. طبعا بعد زيارة الشيباني اللي حصلت إلى موسكو، وحكيت لكم أيضا على ما تم الطلب من شيباني، وحكينا بأنه تركيا هي اللي دفعت حكومة أحمد الشرع الذهاب إلى روسيا بعد تخوفها بشكل كبير جدا بأنه الغرب بدأ يتخلى عن أحمد الشرع نوعا ما، وأنه من الواضح أيضا بسبب حجم الملفات اللي موجودة والانتهاكات اللي حصلت في الساحل وفي سويداء وفي مناطق متعددة في سوريا، أنه ممكن مجلس الأمن يجتمع ويضع سوريا تحت البند السابع. فالذهاب إلى روسيا حامل الغاية حسب ظن الأتراك بهذا، بأنه روسيا قادرة تستخدم حق النقض الفيتو في حال توافقت روسيا مع حكومة أحمد الشرع على ملفات حاملة للغاية. لكن انقلب السحر على الساحر، وكانت مطالب روسيا قوية جدا لدرجة أنه أحمد الشرع لا يستطيع تحقيق قسم كبير منها. وما في داعي نعيد تلك المطالب. اللي بده يعرف شو اللي حصل تماما يقدر يراجع اليوتيوب الحلقة اللي قبل هاي، وفي هذه الحلقة راح يكشف شو اللي حصل تماما. مثل ما قلنا لكم الموضوع كان متعلق بالساحل، الموضوع كان متعلق ب 2254 قرار مجلس الأمن الدولي اللي كان من المفروض البشار الأسد يطبقه مع المعارضة. الآن استبدل أحمد الشرع ببشار الأسد، وعليه أيضا تطبيق كنظام سوري القرار وإعادة أغلبية الضباط النظام ودمجهم مع ما كانت قبل 7 أو 8 أشهر وما يسمى بالمعارضة السورية وقتها، وإنشاء ائتلاف وطني. هذا طلب الروس طبعا، إخراج كل الكتائب الجهادية من الساحل، وأنا ما بدي أعيد فيها كتير. طبعا هنا واضح تماما، طبعا العقود القديمة وعقود جديدة ومسائل تثبيت العقود. حكيت لكم زيارة محمد بن زايد كان هدفها أنه هل وافق أحمد الشرع على دفع لإمارات كل الديون لأحمد الشرع مقابل التخلي عن الساحل. ذكرت النقاط المهمة، والباقي تقدروا تراجعوا اليوتيوب وآخر حلقة تشوفوا فيه بقية المواضيع. طبعا هون أحمد الشرع وين ما بيروح بيقول موافقة، مش هتعرفوا. فكانت كارثة بالنسبة لتركيا، يعني تركيا لن يكون لها أي عقود في الساحل ولا ترسيم حدود. الشرط الأساسي ما في ترسيم حدود، ما في قواعد تركية في الساحل، إخراج الكتائب تدريجيا ورجع على سوريا، والإمارات تعمل على هذا الشغل
تبع الساحل، وشفنا نحن الاتفاقيات اللي حصلت ما بين الشركات الإماراتية اللي عملت عقود بالنسبة للساحل. بعدها شفنا بعد الطامة هاي كلياتها، شفنا الشو الإعلامي اللي حصل من حكومة أحمد الشرع، وتوقيع استثمارات بقيمة 18 مليار دولار 16 مليار دولار وشركات وكذا واحتفال وجاء الأصلع الدجال أيضا جابوه، طبعا هذاك تبع لحظة إصبع. الأصلع الدجال المبعوث الأمريكي ومهمته إنه يلحس إصبع، يعني جاي ما في عزيمة في جاتو في كذا بيجي هذا، هذول جماعة تبع شو ما أخذ بكيف عليها. وعمل الشو الإعلامي هذا كلياته على أساس إنه يوهم الشعب السوري إنه الأعمار قادم، الأعمار قادم، سوريا ستزدهر في استثمارات في إعادة أعمار. طبعا حتى مبدأ إعادة الأعمار مو فهمانينه، مبدأ إعادة الأعمار مو معناه إنه بده يجي يعمر لك بيتك اللي خربان أو اللي متدمر، لا، على حساب مين كيف وشلون يعني. تخيل أنت بيتك متدمر ويجوا شركات الاستثمارات الأجنبية ويعمروا لك بيتك وببلاش ويعطوك المفتاح ويقولوا لك السلام عليكم، يعيدوا لك إياه مثلك. لا، مو هيك الاستثمار. الاستثمار يعني إزالة البيوت كلياتها، صاحب الأرض يعطوه شوية أسهم ويبيعون بيبنون في مجمعات سكنية، وتصير الشركات هاي يا اما تأجرها يا اما تبيعها، وهكذا يعني. هي اساسا مو لصالح الانسان اللي بيته مدمر وبيستنى يجوا يعمروا له. والله انا كان بيتي شقه طبق رابع وتدمر هذا البيت ويجوا يعملوا لنا 6 طوابق ويعطوني مفتاح الشقه تبع الرابع، يعني هيك لوجه الله. هذا مفهوم خطأ، مفهوم خطأ. إعادة الإعمار له قواعد، وكل الشركات هاي جاية تعيد الإعمار مشان تستفيد، مو مشان تخليك أنت تستفيد، مشان هي تستفيد وتستثمر أموالها وتستفيد هي. طيب، شفنا بالأيام الأخيرة انسحابات عديدة من الساحل السوري، صامتة بشكل يعني مراقبة الموضوع من الناس اللي موجودة على الأرض في الساحل السوري. بيقول لك انسحبت الكتائب من فلان حاجز، انسحبت من فلان مكان فلان مكان فلان مكان. الانسحابات عديدة جدا في الساحل لكن بشكل صامت، وعم يبقى بس الهيئة بشكل مو بهذاك القوة كقوة حفظ نظام حاليا. وهذا بيدل ليش طبعا بعد زيارة روسيا صارت الانسحابات هاي. طبعا عم تشوفوا انتم كمان مناوشات في السويداء، وبيجي الأمن العام بيشلح سلاح ما يدعون بأنهم قوات العشائر وغيرها أيضا، وهذا كمان لحتى يلفت الأنظار عن الساحل. فواضح إجا بعد كل روحة روسيا محمد بن زايد، وبنفس اليوم اللي بيحصل فيه مؤتمر في شرق الفرات اللي بيجتمع فيه أغلب أطياف الشعب السوري. وأنا ما راح أقول مكونات، راح أقول أطياف أو مكونات الشعب السوري، يعني أطياف الشعب السوري كلياته. وشفنا رسالة لسماحة الشيخ غزال، وشفنا رسالة أيضا لسماحة الشيخ الهجري. ويبدو أنه من الرسالتين ومن الاجتماع اللي حصل تم تسليم الجنرال مظلوم عبده ملف مفاوضات الساحل والجنوب أيضا. وهذا حقيقي، لأنه هو الرايح على باريس، في اجتماع تبع باريس بده يصير الاجتماع هذا، وأعطوا تفويض أنه يتناقش في كل سوريا الجنرال المظلوم عبده مع أو يفاوض على كل سوريا مع أحمد الشرع. طبعا بحسبة بسيطة عقلية لأي إنسان دارس بيشوف الساحل السوري وجنوب السوري وشرق الفرات وبعض الأخوة أو العدد الغالبية، لأنه عدد كبير بس نحن بدنا نصغر العدد ما في مشكلة، الأخوة السنة المعتدلين اللي موجودين في دمشق والمناطق الثانية اللي هم أساسا مانن مع تنظيم القاعدة والفكر التكفيري. يحصل هنا الجنرال المظلوم عبده على الغالبية العظمى الموجودة في سوريا هنا هاي حقائق دولية. طيب،
سؤال الذي كان يطرح نفسه دائما، وكان يطرحه علي عديد من الأصدقاء حتى من كرد، أنه ليش قسد ما كانت البديل لأحمد الشرع في البداية؟ لأنه قسد ما كانت تمتلك كل هذا التأييد اللي حصل الآن. يعني لا كانوا الجنوب معانا، ولا الساحل السوري معانا، ولا الأخوة اللي صرنا محسوبين على الداخل ما كانوا معنا وقتها. فلما كان عندنا القبول والشعبية اللي حصلت الآن، لحتى كنا نكون بديل لأحمد الشرع في وقتها، مع أنه هي قوات سوريا الديمقراطية المفروض هي تكون البديل، لأنه هي حليفة الدول العالمية. لكن اللي حصل أنه خلينا ندخل هذول السود، الثقان السود، بيعملوا هنا مجازر، بيعملوا هنيك مجازر، بيعطي الشرعية أكتر للقوى الديمقراطية الموجودة على الأرض، وبيصير توجه الناس اللي موجودة أيضا على الأرض أكثر إلى قوات سوريا الديمقراطية، وبعدين هي تكون البديل في المستقبل بكل سهولة. نعم، وهذا اللي حصل فعلا. أي مفاوضات الآن في باريس الدول الأوروبية، بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي مشرف، هذا يخلي موقف الحكومة الكرتونية الآن المؤقتة موقف ضعيف جدا، لأنه أنت معك، خلينا نقول، نص الشعب السوري، ما تكمل، ما معك نص الشعب السوري كحكومة أحمد شرع. وأنا عم أقلل كتير كمان، لأنه لو أنه يطلع الشعب السوري ويعبر عن رأيه حقيقة، اللي موجودين في الشام وغيره وغيره كله راح يرفض أحمد الشرع. أنا بقول لكم إياه، هي جماعة الشمال السوري وجماعة إدلب وهدول الطقعتشية تبعيت اللي يسموهم العشائر، هذول أبو القلابيات البرتقالية اللي ب 24 ساعة بيهددوا قوات العشائر الجرجارة والمرمارة واللي بيحرموا القهوة وكذا، ونحن بالملايين وسنهجم وكذا، وهاي وكله كذب بكذب، ولا ملايين ولا بطيخ ولا كلياتهم ما بيطلعوا ولا شيء. وبأول طقة فشقة يحط القلابية بتمه ويركض 120 بسرعة الغزال. هاي حقيقة يعني. لكن هذا الشو الإعلامي اللي بيطلعوا لايفات وكذا وهاي وقوات العشائر وقوات الكذا، أغلبية العشائر هي مع قوات سوريا الديمقراطية. في الطرف الآخر من النهر عدد العشائر ما بقد اللي موجود في شرق الفرات، وهاي الحقيقة ما بيعرفها إلا أهل المنطقة، لكن بيكذبوا على مين؟ على الشعب السوري كشو إعلامي، إنه كأنه كل العشائر. لك خالي، حتى العشائر اللي راحت على سويداء على فكرة ما راحت مشان تحرر، راحت مشان تبوق. بقول لكم إياها بالعامية تبعتكم، راحت مشان تبوق، ما راحت مشان تحرر ولا مشان الشرع ولا مشان غيره. شعب كان جوعان، وهاي حقيقة. وهلا أي مكان آخر راح يروحوا كمان. ليش؟ بده يبوق، شعب بواق. بس اللي عنده أخلاق وعنده كرامة وعنده مبادئ ما يروح، ما راحوا كتير. وهي الحقيقة اللي لازم تعرفوها. طبعا لما صار هذا المؤتمر وحضرت فيه كل العشائر العربية، بيطلع لك بيقول لك والله شمر ما كان معاهم. لك يا حبيبي، شمر ينقسم إلى قسمين. شمر اللي موجود في مناطق شرق الفرات اللي هم تابعين لدهام العادي، هم الغالبية العظمى، وفي قسم من شمر هو غرب الفرات، هم البوليل، واللي ما حتى شمر ما بيعترف فيهم كانوا شمر، ما بيعتبر فيهم انهم شمر. بيقول لك البقارة ما حضروا، لا البقارة حضروا، حاكم البشير حضر وراغب نواف البشير حضر وكذا. القسم الثاني هو تابع لمنه؟ تابع لفلول ايران، اللي هلا صار هو تابع لمين؟ تابع لاحمد الشرع. ما البقارة كلياتهم اللي كانوا غرب الفرات كانوا مع الحشد الشعبي، كلهم كانوا متشيعين، جماعة نواف راغب البشير. وفجأة هلا بعد ما راحوا هذول الإيرانيين وكذا وهاي، صاروا قوات العشائر العرمرم اللي هي مع أحمد الشرع، هذول أصلا من منطقة غرب الفرات.
والشغلة الثانية بقول لكم إياه، أنا بحكي على غرب الفرات، ما بحكي على شرق الفرات. أغلبية أهالي اللي موجودين في غرب الفرات، أهالي هذول حتى اللي موجودين مع أحمد الشرع هاي، عوائلهم في شرق الفرات إجوا، لأنه ما في أكل مثل ما يقولون، شت لهم الجوع، فكله جاي على مناطق شرق الفرات، هي حسب لهجتهم يعني، شت لهم الجوع. فكل هذا الشو اللي بتشوفوه انتو، هذا كله حرب خاصة وطقيعان وخليفان فاتحين لايفات وعشاير ودنيا وكذا وبطيخ مبسمر. العشاير احنا بنعرفها كلياتها لآخر لحظة قبل سقوط بشار الأسد، كلياتها كانت بنروح بالدم نفديك يا بشار. وأطلع لكم فيديوهات هلا قبل سنة، واللي يجي يحكم هم معه. يعني إذا هلا راحت الأزرق حكم في منطقة شرق الفرات، مو شرق الفرات، غرب الفرات، المنطقة الموجودة فيها كل العشائر رح تذبح له ذبايح للأزرق مشان تعرفوا، لأنه هاي هم هيك. وتعرفوا أنتم 70 سنة بالفترة اللي فاتت أهم شيء هو كرسي مجلس الشعب اللي كان ياخذوا الشيخ تبعهم، والطرش يتبع الشيخ كله، هذا الشيء معروف. إلا قسم كان يروح على غرب الفرات وكذا، فالعشائر كلها كانت مع النظام. كان في قسم بسيط جدا، يعني ما هذاك العدد الكبير اللي موجود في الجيش الوطني، هذول الاحرار الشرقيه وكذا، هذول كلهم كانوا اساسا توابع داعش. اللي اجى داعش حكم، كلهم صاروا اسود. راح داعش كله صار اصفر بمناطقنا. رجع النظام على مناطقهم في غرب الفرات، كله صار شيعة. فال 200 دولار اللي كانوا ياخذوها و 300 دولار اللي كانوا ياخذوها من السفاره الايرانيه كانت خوش فلوس مثل ما يقولون. بس مشان تعقيبا على المؤتمر، تعقيبا على المؤتمر اللي بحكي، طبعا جاء هكان فيدان، وهذا الموضوع المهم. جاء هكان فيدان على السريع، والغبرة وراء كيلومترين بده يلاحق أحمد الشرع. ايش سويت بروسيا؟ والله بعنا على الساحل. ايش سويت بالجنوب؟ والله بعنا الجنوب. طيب مشان شرق الفرات، والله كل العشائر وهاي قعدوا مع بعض واتفقوا مع سويدا ومع الساحل وكذا، وهذول كلهم صاروا واحد. هلا عمى معناته لا تروح على باريس. شو ما بدي اروح على باريس يا حزين، وامريكا وفرنسا وكذا، والله راح تبهدلني. والله بدك تلاقي حل، لك انت اللي بعتتني على موسكو وقلت لي روح وكذا ولحق حالك وقبل هدول. فهمت علي شلون؟ فصارت قصة هاكان فيدان مضحكة. هو أحمد الشرع كل من حط بإيده قلم وقع. يمكن قبل ما تبلش الحفلة والحكي يقول لهم أول شيء نوقع وناكل وبعدين نحكي، ما في مشكلة. هاي مهمة أحمد الشرع حقيقة، اللي بيحط بإيده قلم بيوقع على شو مو مشكلة، المهم يوقع. شركات وهمية 18 مليارات قطرية تركية كذا، وقع. راح على بانكو، وقع. راح على روسيا، وقع. جابته فرنسا كذا باريس وكذا، وهي راح يوقع. وهذا هو شغلته تماما. طبعا جيت أحمد عفوا كان فيدان لسوريا مهمة كتير، لأنه ما عندهم حلول. ما في حلول. إيش بده يسوي هلا مع أحمد الشرع تبعه؟ لا يقدر لا يصارع روسيا ولا الأزرق. وهذا الكلام اللي بتشوفوه كله كلام يأس. سنحارب، سنعمل، لن نسمح للممر. شوف بس الأتراك قالوا لك لن نسمح بإنشاء ممر ما بين الجنوب وشرق الفرات. اعلموا أنه حصل. أنا متعود على السياسة التركية. أي شيء بيعترضوا عليه بيحصل. ليش؟ لأنه ما قادرين يوقفوا ضده، فبيعترضوا بالكلام.
وهذا اعلموا أنه عن قريب غصب عنهم راح ينفتح الممر. ما دام صرح مسيو أردوغان أنه ما راح يصير، معناته راح يصير. طبعا هؤلاء الأغبياء السوريين اللي موجودين وظانين أنه تركيا يا دولة عظمى ودولة جبارة وقادرة توقف وتصارع إسرائيل وما تخلي الجنوب أنه ينقسم، أنتم واهمين بشكل كبير. هي تركيا لا تستطيع أن تقوم بشيء نهائيا، ومجبرة على كل التفاهمات اللي بتصير، ومجبرة على كل التفاهمات اللي بتصير حقيقة. هاي فهذول السوريين اللي موجودين، على فكرة أنا بقول لكم شغلة ثانية مشان تعرفوها بشكل واضح. ستضطر تركيا إلى القبول بقوات قسد بعد فترة، بعد كل اللي حصل، وراح تعمل معاها علاقات لأنه مصالحها، وسترميكم للأسف بحاويات الزبالة. وهذا الكلام أنا حاكيه من 3 سنوات. لا يمكن لتركيا أنه تحل مواضيع سوريا كلها إلا بالقامشلي، وحصرا بالقامشلي، مو بأنقرة، بالقامشلي، مشان تعرفوها. وهاي بعطيكم إياها أنا. نحتاج فقط لتماسك كل المكونات اللي موجودة مع أخواننا في الساحل أيضا وفي الجنوب السوري، سينتهي الأمر كلياته. انتهت. تملكت الغالبية العظمى في سوريا. نعم أنا قلت على الأقل 50%، لكن هي أكثر من 50%، لأنه أنت معك الشعب العربي السني اللي هو ضد جماعة الدقاني، مثل ما قالوا الحلبية، ضد جماعة الدقاني. فالكل ما في بديل. على مدار 14 عام تم القضاء على كل القوى الليبرالية اللي موجودة على أرض سوريا، والأتراك اللي قضوا عليها. الأتراك ما خلوا معارضة وطنية حقيقية. وشفتوا بأبسط البساطة، أول ما استلم أحمد الشرع بدل من بشار الأسد، شو عملت تركيا أول شيء؟ حلت الائتلاف الوطني. جاء الأمر بحل الائتلاف الوطني مباشرة. وعلى مدار 10 سنوات جايبه الغنم تبع الائتلاف الوطني على استانا وسوشي، سوشي واستانا، سوشي، وشو طلع منها بالاخير؟ هذا كله كان إلهاء للشعب السوري. هذا كله كان مسخرة في مسخرة ومضيعة للوقت. شو طلع من السوشيات والمصاريف اللي حطوها كل الفترة اللي راحت، وتعالوا جيبوا اتفاقيات وروس وإيراني و... واستانا وبطيخ وكذا. وحتى شفتوا الصور، يعني واحد من جماعه الوفد حيط القنطره تحت راسه ما في مخده ونايم، يعني حتى هوتيل ما كانوا يصرفوا عليهم. حتى هوتيل ما كانوا يصرفوا عليهم. مثل الغنم جايبينهم ومودينهم وجايبينهم ومودينهم. فتركيا قضت على اي معارضه وطنيه تمثل الشعب السوري حقيقه. ما ضل بالساحه الا جماعه الدقاني، السلفيين الجهاديين اللي من سابع المستحيلات العالم يقبل فيهم. هم عباره عن ادوات تستخدمهم هنا وهناك لتمرير المشاريع. بدي أقول لكم شغلة. شوفوا، إسرائيل من وقت إنشائها في 48 كانت قادرة أنه تحتل كل الدول العربية اللي حواليها، لكن استراتيجية إسرائيل من نشأتها بال 48 لما قامت بالحرب وأعلنت دولة إسرائيل كانت هي تدريج. كل فترة تقوم بهضم قسم من الأراضي، تصفية سكانها أو تهجيرهم أو أي شكل. بعدين صارت الحرب تبع 67 كمان احتلت. بعد حرب 67 حصلت حرب 73 وأخذت كمان وتوسعت. بعدين 2006 82 لما دخلت بيروت واحتلت الجنوب اللبناني، رجعت انسحبت من الجنوب اللبناني ورجعت أخذت الجنوب مرة ثانية. هلا اللي بيحصل في الجنوب السوري تماما السياسة الإسرائيلية اللي هي كيلومترات، وهذا أمر هام للغاية. تخيلوا إسرائيل لو فجأة تحتل كل مكان، تحتل الجنوب، تحتل كذا، قادرة وتسيطر عليه بكل سهولة وما في حدا يقدر يوقف بوجهها، لا من بعيد ولا من قريب. لكن هذا رح يقلب الرأي العالمي. هذا يقلب الرأي العالمي، وهذا سياسة فاشلة هيك. نعم،
بس أنت تاخذ وتسكت وتصبر فترة، وبعدين ترجع تاخذ وتسكت وتصبر، ودائما تخلق لحالك أعداء، ودائما تخلق لحالك أعداء، وبحجة حماية حدودك بعد كم سنة تتقدم كمان. هذا السؤال الذي يطرح نفسه. جولان ما أنا أرض سورية كانت؟ هلا بدها تحمي الجنوب مشان تحمي حدودها. وين حدودها؟ جولان اللي هي أساسا كانت أرض سوريا قبل فترة. فهمتوا شلون تشتغل؟ هلا بعد 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة بدها تاخذ مكان تاني مشان تحمي الجنوب السوري اللي أخذته، مشان تحمي حدودها. الآن صدر قرار من الكنيسة الإسرائيلي أيضا باحتلال الضفة الغربية اللي حكيت لكم عنه قبل 4 سنوات، إنه الضفة الغربية بدها تطير، بده يروح معها شرق الأردن. مصر بدأت الآن أيضا بالحديث عن تقارير هامة للغاية بأنه إسرائيل سوف تجتاح سيناء مرة ثانية. إسرائيل ما راح تجتاح سيناء على فكرة، راح تجتاح 2 كيلومتر من سيناء بس بعد فترة راح تجي تحمل 2 كيلومتر الحدودها اللي أخذتها، وهكذا تمشي بالشبر وتحمي الشبر، وتمشي بشبر ثاني وتحمي بشبر، لأنه بعد فترة بتصير حدودها قدام العالم وكلياته، ولا حدا يقدر يقول لإسرائيل هاي كانت أرضك ولا ما كانت أرضك. طبعا كل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالجولان السوري إلى الآن أنه هي أرض سورية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لو انقسمت سوريا وما بقت هاي الأراضي جنوب سوريا والجولان السوري، راح يكون تابع لمين؟ مين راح يطالب فيها؟ ما ضل شيء اسمه سوريا، شقشقت الخريطة تبعها. فهمتوا شلون المسألة بالضبط؟ فدارس السياسات الاستراتيجية الإسرائيلية على مدار إنشاء إسرائيل إلى الآن، ومراقبة كيف أنشأت إسرائيل من بداياتها إلى الآن، كيف تقدمت، وليش انسحبت من أراضي ورجعت مرة ثانية احتلت أراضي. طيب أذكركم بشيء، بال67 إسرائيل احتلت محافظة القنيطرة، بال73 رجعتها لسوريا بس أرض محروقة، بال2025 رجعت احتلت القنيطرة مرة ثانية. طيب أنا الإنسان العاقل ليش إسرائيل انسحبت من 73 ورجعت بال2025 احتلتها وما سمحت للنظام السوري بإعادة أعمارها؟ لأنه إسرائيل لو باقية محتفظة ب 73 كان صار عندها سوريين كتير وعرب اللي موجودين وأراضيهم وبيوتهم موجودة. فشو عملت؟ خربت كل البيوت وطلعت الناس كلها اضطرت تهاجر إلى دمشق وكذا، وسموهم نازحين وقتها على الشام وحلب وغيرها وغيرها وكذا. فرغت القنيطرة ورجعت لها بعد 20 سنة جاهزة وأرض فارغة. فهمتوا العقل شلون بيشتغل؟ هيك بتشتغل إسرائيل مشان تعرفوا. فلذلك بنشوف التقدم البطيء الصامت الذي لا يتحدث عنه أحد في درعا الآن، في ريف درعا، هو للوصول وإنشاء ممر مع السويداء وإغلاق الحدود الأردنية. يهم إسرائيل جدا إغلاق الحدود الأردنية. إغلاق الحدود الأردنية يعني قطع كل شرايين المعابر الاقتصادية إلى تركيا، من الخليج إلى تركيا. لأنه إذا أنت احتليت الحدود الأردنية كلياتها، منين بده تركيا تسوي معابر من داخل سوريا وقطر والغاز القطري والبطيخ والكذا كله؟ منين؟ ما في حدود. تفوت على الأردن بعدين تروح على الخليج. إسرائيل تقوم بمشروع على قدم وساق وبصمت، وتشتغل على الساحل أيضا بصمت، لأنه مستحيل تقبل بترسيم الحدود البحرية مع تركيا وتمتد تركيا
المياه الإقليمية مثل ما حصل في ليبيا. وهذا أمر حطوا ببالكم 1,000,000%. اثنين، إسرائيل بدأت بالتواصل حسب اعتقادي، أنا طبعا ما بعرف، بس حسب اعتقادي وحسب مراقبتي وهاي، بالتواصل مع كل القوى الموجودة في داخل تركيا، ومن ضمنهم حزب العمال الكردستاني أيضا. الاتفاق اللي حصل اليوم في واشنطن ما بين أرمينيا وأذربيجان هو لخنق الأتراك ولقطع كل المعابر الاقتصادية ومعابر الطاقة الآتية من روسيا إلى الأراضي التركية أيضا. فتركيا أصبحت الآن محاصرة بشكل كبير جدا. تحدثنا عن اليونان والأربع موانئ، تحدثنا عن قبرص، تحدثنا عن بلغاريا، والآن يمتدون إلى أذربيجان. طبعا أذربيجان حكيت أنه هي من أكبر حلفاء إسرائيل في الشرق الأوسط على الإطلاق. أذربيجان كانت أرمينيا حليفة إيران وحليفة روسيا، الآن أصبحت حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أيضا، عدوين بينهم حرب تاريخية امتدت على الأقل 35 سنة اللي فاتت. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بجلب الاثنين على طاولة المفاوضات وتوقيع معاهدة سلام ما بين الاثنين وتوقيع اتفاقيات اقتصادية راح تجي بعدها. هذا ما مفارقة بسيطة، وهذا كله أنا متحدث عنه في السنوات اللي فاتت كلها، قبل 4 سنوات. متحدث عن هاي المواضيع بسلسلة طويلة جدا. الأتراك بدأوا بخسائر كبيرة جدا بالأوراق في سوريا. يعني من ضمن الاتفاقيات اللي حصلت مع روسيا أو التنبيهات أو الأوامر اللي الروس أعطوها لأحمد الشرع، أنه الأتراك يجب أن يخرجوا من الساحل السوري بشكل كامل وما يكون لهم أي تواجد. طبعا الجميل أنه ما يحتاجوا الاثنين ترجمة نهائيا. شلون ما بيحتاجوا ترجمة؟ ما بيحتاجوا ترجمة. الحكومة السورية وين ما راحت ما يحتاج لها مترجم. ليش؟ لأنه بيحكي الروسي وبيحكي الفرنسي وبيحكي البريطاني وبيحكي الأمريكي، هو بس بيهز راسه، ما يحتاج مترجم. لأنه ما في مفاوضات، ما في نقاش، بدك تعمل هيك وهو بيعمل. وهذا الحقيقة والواقع. إلى هنا نكون انتهينا من فقرة اللغة العربية.